راجل اتخانق مع مراته وفضل يضرب فيها لحد ما ماتت، وخاف من أهلها وما بقاش عارف يعمل إيه، فراح لراجل معروف إنه ذكي جدا لدرجة المكر. ولما قال له اللي حصل، الراجل قال له: دور على شاب جميل واعزمه عندك في البيت، ولما يجي بيتك اقتله وقول إنك جيت لقيت مراتك بتخونك مع الشاب ده وما قدرتش تستحمل فقتلتهم الاتنين. عيب تشوف اسم سيدنا محمد قدامك وما تعملش إعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. وفعلا عمل كده ونزل يدور على شاب جميل، ولما لقى الشاب المناسب اتعرف عليه وعزمه في بيته، ولما دخل بيته قتله. ولما جم أهل الزوجة وشافوا الجثتين والزوج قال لهم القصة سكتوا وطلبوا منه يدفن الجثث بسرعة وفي سرية تامة. لكن الراجل الماكر صاحب الحيلة كان عنده ولد، وابنه مرجعش في اليوم ده، فضل يدور عليه لحد ما جه في دماغه حاجة. كلم الزوج وقال له: انت نفذت الخطة اللي أنا قلتلك عليها؟ قال له: آه. قال له: وريني صورة الشاب. واتصدم لما شاف إن الشاب ده طلع ابنه من حفرة لأخيه وقع فيها.